العاشرة مساء بتوقيت أسمر. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وإليكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. يصحبكم في جولتها نور الدين خليفة، وأبدأها لكم بأبرز ما ورد فيها من أنباء. إجراء استكشافات على الثروات التاريخية والأثرية. زوار مهرجان إريتريا 2019 يعبرون عن إعجابهم. إنجاز أنشطة تشجيرية واسعة في مديرية عرزة. مقتل ما لا يقل عن 10 جنود في هجوم بشمال بوركينا فاسو. بريطانيا تعتزم إنهاء قوانين الاتحاد الأوروبي لحرية النقل. وأمريكا تختبر صاروخ كروز يطلق من الأرض. وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. تشهد المناطق الحضارية والأثرية والتاريخية في البلاد أبحاثا واستكشافات ودراسات أثرية وتاريخية وموروثات تراثية. ومواصلة لتلك الأنشطة، قام أعضاء المتحف الوطني في إقليم شمال البحر الأحمر باستكشافات واسعة في أرخبيل دهلك، هدفت إلى توثيق وتهيئة بيئة مناسبة لإجراء دراسات وحفريات معمقة في المستقبل. المزيد من التفاصيل والزميل أمير عثمان. أجرى المتحف الوطني في شمال البحر الأحمر أبحاثا واستكشافات شفهية في مديرية دهلك تساعد على التعرف والتوثيق للثروات التاريخية والأثرية بالمديرية، وتهيئ الأبحاث الاستكشافية الجارية في المديرية برا وبحرا بيئة سلبة للتوثيق وحفظ المناطق التاريخية والآثار القديمة المستكشفة في المديرية التي أجريت التلاقي مع الأعيان والمدراء. بصفة عامة، تركزت الأبحاث الاستكشافية على استكشاف الثروات الأثرية والتاريخية المرتكزة على المساهمة الأهلية الفعالة والناجحة. لذلك أجرينا لقاءات مكثفة مع الأعيان ولجان القرى ومدراء الضواحي والشباب، كما أجرينا نقاشات معمقة حول الآثار التاريخية والموروثات التراثية، خاصة التراث المادي المنتشر في المنطقة، فضلا عن مدى فهم السكان وإدراكهم وسبل الحفاظ على تلك الثروات. وهدفت الحملة على استكشاف الثروات الأثرية والتاريخية، ومن ثم وضع برنامج شامل لإجراء حفريات ودراسات معمقة مستقبلا. وطفنا المناطق الأثرية والتاريخية في جزر عساكرة وشومها ودهلك كبير وناخورة ودحل وجمهيلة ودربشة. وقد أجرينا الأبحاث بثلاثة طرق بالسير على الأقدام والزوارق والسيارات، وكانت الحملة ناجحة للغاية، حيث استنبطنا من خلال الجولة الاستكشافية العديد من الثروات الأثرية والتاريخية، وقد فتحت لنا بابا لإجراء دراسات معمقة مستقبلا. وأوضح المهنيون المشاركون في العملية الاستكشافية محدودية المعلومات المتوفرة حول تلك الثروات الأثرية والتاريخية في المديرية نتيجة لعدم إجراء أي استكشافات تذكر مسبقا، مما ساعدت الحملة للوصول إلى المناطق التي لم تكشف من قبل، وكذلك توثيق الأوضاع الراهنة للآثار والتعرف على المناطق التاريخية، وتعد مرجعا للأبحاث والاستكشافات التي تجري في المستقبل. وأشار الخبراء المهنيون إلى أن الأبحاث الاستكشافية المنتظمة في جزيرة دهلك وخاصة دهلك كبير كانت ناجحة للغاية، معبرين عن أمنياتهم الكبيرة بأن تثرى معلومات مراجع مختلفة بخصوص الثروات البرية والبحرية والموروثات التراثية في المنطقة. كنت نفولتو كاب دحري مفراس نكسنة أكسوم. كما هو معلوم أن حضارة دهلك ظهرت بعد سقوط مملكة أكسوم وحضارة عدوليس، ويمكنها أن تدرج دهلك على قائمة اليونسكو بأقل شيء بالآبار التي يفوق عددها أكثر من 500 بئرا، وهي ليست مجرد آبار بل هي من أقرب صنع الإنسان. كما توجد مساكن تمثل ما بعد سقوط مملكة أكسوم وتدمير حضارة عدوليس، فضلا عن مساكن تبرز فترة العصور الوسطى، بالإضافة إلى الحجارة الموقرة والمقابر التي تحتوي على مطبوعات وكتابات، حيث استدرجنا من خلال جولتنا الناجحة بأن دهلك تحتوي على ثروات أثرية وتاريخية مهمة تعكس حضارة السكان في مختلف الفترات الزمنية.
وذكر المهنيون بأنهم أجروا استكشافات واسعة بالنظر للوقت ورقعة انتشار مساحة الأماكن في جزيرة عساكر وشمها، موضحين بأنهم قاموا بحملة استكشافية ناجحة مسترشدين بعيان جزر دسة وناخورة ودحلة، إضافة إلى إدارة ضواحي جمهيل ودهلة كبير ودربوشت. ولامسوا في إطار حملتهم الاستكشافية فهم ومعرفة السكان الواسعة حول أهمية الآثار والمناطق التاريخية. في الختام، أوضح أعضاء المتحف الوطني في إقليم شمال البحر الأحمر بأنهم استدركوا في اللقاءات التي أجروها مع الأعيان بأن المناطق التاريخية والأثرية بالنظر إلى البعد المكاني والمناخ والطقس ينقصها الاهتمام، لذلك يجب اتخاذ خطوات سريعة وجادة لحفظ تلك الثروات الأثرية والتاريخية برا وبحرا. كم ما كلت أمته نستفعل لا يوزعتني تتصنعت وين تصنيهم. كانت المناطق تستخدم كمركز استكشافات للعديد من المهتمين بالمجال من الأجانب، وقبل الاستقلال ونتيجة لقلة المعرفة لن ينتبه السكان جيدا حول ما كان يجري، إلا أن التوعيات المكثفة المنتظمة لهم بعد الاستقلال ازدادت معارفهم ومفاهيمهم التي تفوق معارفنا. وخلال جولتنا الاستكشافية هم الذين كانوا يرشدوننا إلى المناطق الأثرية والتاريخية، واستنتجنا من خلال الآراء التي أدلوا بها بأن دهلك وباعتبارها جزيرة وبعيدة ينقصها الاهتمام، لذا وبالإمكان ضرورة إجراء دراسات علمية وحفظها جيدا، وقالوا لنا تحملوا مسؤولية ذلك أو حملوها للجهات المعنية. وقد أدركنا من هذه الجولة أنها فتحت بابا واسعا وهيئت أرضية صلبة لإجراء دراسات وأبحاث معمقة في المستقبل حتى في الجزر التي لم نجري فيها استكشافات. طالب سكان منطقة قزقزة بمديرية حمل مالو بإقليم عنسبة بتشييد مدرسة ثانوية في منطقتهم لأهميتها في التقليل من نسب مقاطعة الطلاب لمائدة التعليم. وأوضح السكان في إطار الاجتماع الذي عقد في 18 من أغسطس الجاري لمناقشة تقدم التعليم الأكاديمي بأن الخدمات التعليمية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتوفير مياه الشرب الصالحة والخدمات الصحية أسهمت في ضمان استقرار حياتهم المعيشية، مناشدين منح تشييد مدرسة ثانوية في منطقتهم اهتماما أكبر. بدورهما ذكر كل من رئيس لجنة المدارس الابتدائية والمتوسطة بالضاحية السيد إدريس محمد نور عثمان ومدير الضاحية السيد محمد إدريس أحمد لتشييد مدرسة ثانوية تلبية لرغبات أبنائهم. وألقى حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود كلمة أكد فيها وجوب تعزيز وعي المجتمع المدني لرفع مستوى مشاركة الإناث في مائدة التعليم، موضحا عن بحث الموضوع مع الجهات المعنية بغية إيجاد الحلول. وتوجد في مديرية حمل مالو 32 مدرسة ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. عبر زوار مهرجان إريتريا العام 2019 عن إعجابهم لمشاهدتهم محتويات المهرجان وفعالياته التي تتميز بمزايا عديدة عن سابقها. وأفاد الزوار بأنهم لامسوا خلال تفقدهم قرية الأقاليم ومنشآت المنازل السكنية والحياة المعيشية والعروض الثقافية وجناح الإبداع والابتكار ومعرض الكتب وركن الأطفال، إضافة إلى إنتاج المؤسسات. أفادوا بأنهم استكشفوا استثنائية محتويات مهرجان هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن سبل التقديم لا تزال تتطلب جهودا حثيثة. وعبروا عن إعجابهم لمتابعتهم فعاليات إنتاج المؤسسات حول الثروات الطبيعية وإنتاج دور النشر وفن الرسم والفقرات الترفيهية والتعليمية المعروضة في ركن الأطفال والطلاب، فضلا عن معرض الإبداع والابتكار، داعين الجهات المعنية للاستثمار في تلك الإبداعات وتسخيرها لصالح المجتمع المدني. وناشد الزوار في الآراء التي أدلوا بها للتركيز على سبل التقديم في السنوات القادمة. أنجزت في مديرية عرزة أنشطة تنموية واسعة عبر طلاب الحملة التنموية الصيفية والشباب العامل في القطاع الحكومي والخاص، تمثلت في غرس الشتول وحفظ المياه والتربة. وشهدت الأنشطة المنتظمة بالتنسيق بين مكاتب وزارة التعليم والزراعة وإدارات الضواحي تشييد أكثر من 51 ألف متر من المدرجات وأكثر من 773 مترا مكعبا من الحواجز المائية، وغرس أكثر من 26 ألف شتلة في المحميات، حسب ما أفاد به خبير التشجير والحياة البرية الشاب فغادو ولد يوهنس. وأوضح الشاب فغادو عن تنفيذ أنشطة تشجير واسعة في إدارات حطينة وعدن فاس وغروتي، داعيا المواطنين لرعاية الشتول المغروسة.
يذكر بأن مركز الشتول في مديرية ميمنة يعد سنويا ما بين 250 و 300 ألف شتلة. نظم في مديرية أفعبت في 18 من أغسطس الجاري لقاء لتعزيز التأهيل الأهلي للمعاقين. وفي الكلمة التي ألقاها مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب ذكر فيها بأن إعادة التأطير التي أجريت للجنة التأهيل الأهلي يساعد للعمل المنسق لتعزيز علاقات العمل. من جهته قال مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان إن برنامج التأهيل الأهلي للمعاقين الذي تأسس عام 1994 أحدث تغييرا إيجابيا ملموسا في حياة المعاقين، فيما يشتمل البرنامج الجديد فئة الكبار. من جهتهم قدم المشاركون آراء بناءة تتعلق بالجهود التي يجب بذلها من أجل حل السلبيات التي تواجههم، والتي من شأنها تطوير العمل المشترك والتعرف على الكبار والمعاقين الموجودين في كافة إدارات الضواحي. حقق منتخبنا الوطني للأشبال فوزا كبيرا على خصمه منتخب السودان ب6 أهداف نظيفة ضمن منافسات بطولة شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم لما دون 15 المعروفة بسيكافا، التي تستضيفها العاصمة أسمرة لغاية 30 من شهر أغسطس الحالي. الزميل عبد الله محمد علي تابع المباراة وعاد إلينا بهذا التقرير. بعزيمة الأبطال وتصميم لا يستهان حقق منتخبنا الوطني للأشبال فوزا كبيرا على خصمه منتخب السودان ب6 أهداف نظيفة ضمن منافسات بطولة شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم لما دون 15 عاما التي تستضيفها البلاد لغاية 30 من شهر أغسطس الحالي. ولحساب المجموعة الأولى نفض منتخب صقار جمال البحر الأحمر قبار خسارته الماضية وقدم أداء متميزا توجه بتسجيل نصف دستة من الأهداف. ولم يمهل المنتخب الوطني الذي دخل للمواجهة بحلة جديدة وتشكيلة متجددة، لم يمهل منافسي السوداني فرصة لالتقاط الأنفاس وتمكن من إحراز الهدف الأول بواسطة تمسكن تسفاي عقب تمريرة حاسمة من صانع الألعاب ناتان برهاني. فيما كان المنتخب السوداني يحاول لملمة أوراقه والعودة مجددا في النتيجة، تلقت شباكي هدفا عكسيا سجله قائد الفريق زكريا أحمد موسى بعد تدخله على الكرة التي خدعت الحارس واستكنت الشباك لتعلن عن تقدم منتخبنا الوطني بالهدف الثاني الذي انتهى على وقع الشوط الأول. في الشوط الثاني مالت الكفة أكثر صوب صاحب الأرض والجمهور الذي لاقي تشجيعا كبيرا من شريحة جماهيرية قفيرة قصت بهم جنبات استاد أسمر الدولي. وبرز بشكل نافذ في هذا الشوط الثاني المهاجم أحمد عواد الذي تألق وأحرز لوحده ثلاثية هاتريك في الدقائق 48 و53 و78 على التوالي لمنتخبنا الوطني، فيما حمل الهدف السادس بصمة أقدام الجناح السريع تمسكن تسفاي. بهذه النتيجة حصد المنتخب الإريتري أول 3 نقاط له بالبطولة، بينما تكبد المنتخب السوداني ثاني هزائمه ليبقي رصيده خالي من النقاط. عقب المواجهة أشاد مدرب المنتخب الوطني مكونين زودة بالعزيمة التي تحلى بها اللاعبين، مؤكدا جاهزية الفريق للقاءات القادمة. في حين أشار مدرب المنتخب السوداني محمد موسى بأن الفريق يخوض مواجهاته بالبطولة بهدف الإعداد لقادم الاستحقاقات. هذا وضمن نفس المجموعة حسم التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف مواجهة المنتخب الأوغندي والبروندي. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم. ذكر الجيش في بيان إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 10 جنود وأصابوا عددا كبيرا آخر في هجوم على وحدة عسكرية بشمال بوركينا فاسو. وشن مسلحون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل. وأوضح بيان للجيش أن الهجوم وقع في منطقة كوتوجو بإقليم سوم دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وقال البيان ردا على الهجوم الهمجي: بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيرا. وتعاني بوركينا التي كانت يوما جيبا هادئا في منطقة الساحل من امتداد عنف المسلحين إليها من دول مجاورة، والتي
والذي شمل هجمات على أساس عرقي مثل الذي أسفر عن زعزعة الاستقرار في مالي خلال السنوات الماضية. ودفع تدهور الأمن وحكومة وغادوغو لإعلان حالة الطوارئ في عدد من الأقاليم الشمالية المتاخمة لمالي. قالت بريطانيا إنها ستنهي قوانين الاتحاد الأوروبي لحركة التنقل فور انسحابها من الاتحاد في 31 من أكتوبر، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن بلاده لن تأخذ موقفا معاديا للهجرة. ووعد رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تولى السلطة الشهر الماضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو بلا اتفاق في 31 من أكتوبر. وقالت المتحدثة باسم جونسون إنه يجري وضع تفاصيل أخرى بشأن التغييرات في مسألة حرية التنقل وسيتم طرحها قريبا، ولكنها ستشمل إجراءات أكثر صرامة للتحقق من السجل الجنائي. ختام نشرة الأخبار لهذا المساء. مشاهدينا الكرام، تحية لكم وإلى اللقاء.